هلو هلو، وحشتوني قوي يا حلوين. النهارده وصفتنا بسيطة وسهلة وسريعة، ووصفة المستعجلين زي كل مامهاتنا الحلوين. النهارده هنعمل اسكالوب بانيه وسباجيتي. نقول بسم الله ونصلي على الرسول. وعندي كده 3-4 بصلات بشرتهم ناعم قوي وفرمتهم وخدت ميتهم. طبعا عشان ينزلوا المية بتاعتهم انا حطيت لهم تقريبا نص معلقة ملح وسبتهم كده نص ساعة. وهحط على المية بتاعت البصل دي دقيق وبيض والبهارات اللي هقول لكم عليها. هنبدأ الاول بالملح، وبعد كده الفلفل الاسود، وبعد كده الكمون. انا ما بحبش احط اي توابل زيادة عن كده في البوفتيك او الاسكالوب اللي بعمله. عندي 3 بيضات نزلت بيهم على التوابل دي. طبعا هنا البصل انا ميته زادت عندي لان انا عصرته اكتر لما كان في المصفى عشان ميته تبقى زيادة. نزلت تقريبا بكوباية الاول الا ربع كده دقيق. ده بالنسبة للمقادير على كيلو بوفتيك او كيلو سكالوب. انا ما نزلتش الاول بالدقيق كله، قلت اقلب المقادير بتاعتي لغايه ما اشوف قوام السيرب السائل اللي عندي ده ايه. انا مش عايزاه يكون خفيف قوي ولا عايزاه يكون تقيل قوي، علشان لما احط فيه البوفتيك الطبقه تمسك عليه. هنا زودت باقي ربع الكوبايه بتاعت الدقيق لان حسيت ان القوام بتاعي خفيف وانا محتاجه اتقله شويه. كده بالوسكه تفضلي تقلبي فيه. ما تزوديش الملح بتاعك عشان لسه كمان مع البقسماط هنحط معلقه ملح تانية ومعلقه تانية من كل تابل حطيناه. طبعا انتي براحتك، حابه تزودي توابل او بهارات تانية غير الملح والفلفل والكمون زي ما انتي عايزه، بس انا بحبهم بالمقادير دي. شايفين دلوقتي القوام بقى عندي ازاي؟ بقى كريمي كده، لا هو خفيف ولا هو تقيل. هنزل بعد كده بالبوفتيك بتاعي. طبعا الخطوات دي تبقى احلى واحلى لو عملتيها من بالليل وسبتيه في التلاجة. هنا البصل ده انا هستخدمه، مش هرميه، هاخده وهستخدمه مع الاسباجيتي اللي هعملها، بس انا حبيت اوريكم شكله ايه. ده طبعا الاسكالوب اللي عندي. طبعا الجزار يكون قطعهولك من وش الفخده دي احسن حته للبوفتيك. طبعا هتاخديه تدوقيه لو هو مش مدقوق كويس او محتاج يترفع اكتر من كده، بس انا كان بالنسبه لي الحجم بتاعه حلو. انا طبعا هقلبه مع الخليط ده كويس جدا واتاكد ان كل قطعه منه وصلها السائل اللي انا عاملاه ده. واخر حاجه انا هعملها قبل القليه على طول هعصر عليه ليمونتين. طيب انا ليه ما حطيتش الليمون من دلوقتي؟ لان الليمون لما بيتحط عليه ويتساب ممكن طعمه يغير او يدي مراره. فعلى ايه، خلونا كده في السيف سايد ونتبله ونسيبه من بالليل او من قبلها بساعه او ساعتين زي ما احنا عايزين. واخر حاجه خالص نحطها قبل البقسماط ليمونتين ونقلبه فيه ونبدا نعمله بالبقسماط بتاعنا. طبعا انا هنا كنت مستعجله وجايه من الشغل، طبعا زي ما انتم عارفين متاخره وبسرعه الولاد جايين من المدارس ومحتاجه اعمل لهم اكله سخنه. فيدوب تبلته وسبته كده في التلاجة تقريبا لمده ساعه او ساعه ونص. هنا خلاص كنت انا خلصت. شايفين بقى الخليط تقل ازاي؟ بقى زي العجينه كده. طبعا كل ما يمسك على قطعه الستيك بتاعتك او الاسكالوب بتاعتك هيبقى فيه يعني نتيجه حلوه جدا جدا في القليه، ان البقسماط بتاعتك اللي بتعمليها معاه مش هتفصل عن قطعه اللحمه نفسها. كل ما تسيبيه وكل ما يقعد في التتبيله بتاعتك كل ما هيديكي نتيجه افضل. هنا انا نزلت بالليمونتين وقلبتها كده في المكونات بتاعتي كلها تقلبتين كده حلوين، ونبدأ نسمي الله بقى ونجيب البقسماط بتاعنا ونشوف هننزل عليه بايه. طيب البقسماط طبعا لو انت عندك قبل كده من خلطه قبل كده او وصفه قبل كده نضيفه وحطاه في الفريزر عادي، لو مش عندك حطيه فريش. بس لو انت هتاخدي من حاجه مستخدمه قبل كده تتاكدي انك تكوني عينها وهي نظيفه وتكوني نخله كويس قوي ما يكونش في اي تكتلات. هنا نزلت عليه زي ما قلت لك بمعلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه كمون، نفس التوابل اللي حطيناها على الاسكالوب نفسه. تقلبتين كده حلوين. ودايما لما تحبي تعملي البقسماط في تشيكن باني او سكالوب حاولي تكوني بتفرزي القطع بتاعتك في حاجه تكون واسعه وتكون كبيره عشان تعرفي تضغطي عليه كويس قوي وما توسخيش الدنيا حواليكي او تخافي من النتيجه. هنا طبعا انا بوريكم بضغط عليه ازاي. طبعا كل ما تضغطي كل ما الحته بتتفرد معاكي اكتر والطبقه نفسها بتلزق على قطعه اللحمه بتاعتك. انا هنا حبيت اوريكم قطعتين 3 كده عملتهم ازاي. وطبعا انا هكمل الكميه كلها اوت اوف كاميرا عشان خاطر الوقت بتاع الفيديو بتاعكم ما يبقاش ممل او اضيع لكم وقتكم حاجه يعني فاضيه.
طبعا بعد ما اخلص في الاثناء دي انا هكون حاطه الوok او الطاسه او المقلايه اللي بتحطي فيها الزيت، هيكون زيت غزير على درجه حراره متوسطه، بس تكوني مسخناه قبل ما تنزلي فيه بقطع البفتيك. ليه بنعمل كده؟ عشان البفتيك مش هياخد وقت على التسويه على النار، وعشان خاطر كمان الطبقه بتاعه البقسماط دي ما تفكش وتطلع لك كده بالونه من الوسط. شايفين كميه الزيت وفيره ازاي؟ وانزلي على حسب الحجم بتاع الوok اللي عندك، لو هتاخد بس قطعتين كفايه، لو هتاخد قطعه واحده برضو كفايه، ما تضغطيش على الوok عشان خاطر البفتيك يستوي معاكي حلو. هنا احنا خلصنا البفتيك، هنبدا بقى في ايه؟ في الاسباجيتي. ميه طبعا مغليه هننزل عليها بمعلقه ملح. والمكرونه الاسباجيتي انا ما بحبش اكسرها، بحبها تبقى على بعضها كده طويله. طبعا لو عندي اطفال مش هيعرفوا ياكلوها هضطر اكسرها نصين، بس بما ان احنا عندنا ناس كبيره يعني وبيعرفوا ازاي ياكلوها فانا حطيتها زي ما هي بالطول. طبعا المكرونه هنا على ميه مغليه وملح بس، يا دوب هي 6 أو 7 دقايق تغلي، تطفي عليها وتقفلي الغطا وتسيبيها في ميتها، هي هتكمل السوا بتاعها زي ما هي. نيجي بقى نعمل الصوص بتاعها. في حله هننزل بشويه زيت كويسين، وهستخدم البصل اللي انا عصرته للبفتيك، هنزل بيه مش هرمي حاجه خالص اهو، نزلت بالكميه وابدا احمر البصله بتاعتي كويس قوي. عندي مكعبات مرقه فراخ او مرقه لحمه، شوفي انت بتحبي تستخدمي ايه، او حتى مرقه خضار عادي جدا. ممكن تحطي هنا فصين توم برضو مع صوص المكرونه، بس انا كنت عايزاها خفيفه وبصراحه ما كنتش متحمله احط توم، يعني عايزين كده تكون حاجه خفيفه علينا في الحر اللي احنا فيه ده، ومش عارفه الشتاء هيدخل امتى. نفس الشتاء يجي بقى ونرتاح. يلا الحمد لله، وباذن الله نعمل وصفات شتويه جميله وحلوه، بس نقول يا رب كده الشتاء يدخل علينا بالسلامه. هدوب هنا مرق الماجي زي ما قلت لكم او الدجاج يعني، نزلت كده بشويه تشيلي فليكس برضو تتحمر كده وتطلع ريحتها. وبعد كده هنزل طبعا بمعجون الطماطم اللي عندي على حسب الكميه اللي انت عايزاها. هنا نزلت بعلبتين طماطم برضو اديها كده تقلبتين قبل ما انزل بميه سلق المكرونه اللي انا كنت سلقاها. دايما بحب في المكرونه الاسباجيتي او البشاميل اخد من ميه سلق المكرونه، لانها بتكون فيها كميه نشا حلوه بتساعد ان الصوص يمسك في المكرونه بتاعتي حلو. انا بحب دايما انضف الحله كده من الجناب، مش بحب يكون لازق عليها حاجه عشان برضو يبقى منظر الحله كويس. انا وانا بغسلها او وانا بطبخ ما تبقاش تعباني في التنظيف، كل ده بيفرق جامد جدا معانا. واحده واحده كده تقلبي تطلعي المواد الحافظه اللي في الصلصه بتاعتك، وتنزلي برشه السكر اللي احنا كلنا عارفينها، ومقدار الميه بتاعك تظبطيه عشان يبقى سمك الصلصه بتاعك حلو. هذه ميه سلق المكرونه زي ما قلت لكم، تقلبتين كده حلوين. وهنبدا ننزل بايه؟ بالسكر بتاعي، ونظبط الملح بتاعها. لو عايزه تنزلي معاها قرون شطه نزلي، بس انا زي ما قلت لكم كنت حابه تبقى المكرونه خفيفه ما تبقاش تقيله. دي رشه السكر اهي كده. سفرتنا خلصت، البفتيك بتاعي اتحمر. انا طبعا هنا الكاميرا مغمقه لونه، بس هو اوريدي انا عندي الولاد بيحبوه لونه غامق شويه مقرمش، مش بيحبوه فاتح قوي. هنا الاسباجيتي خلاص كانت استوت، قطعت بقى شويه قرون فلفل كده عليها بتديها طعم حلو قوي. لو بتتفرجوا عليا لغايه دلوقتي اتمنى تكونوا مبسوطين بالفيديو. الوصفه سهله وبسيطه وانا عارفه ان كلكم عارفينها، بس احنا هو بنساعد بعضينا. بعلم البنات اللي لسه جداد، بديكوا افكار لوصفات غدا تكون سهله وسريعه. شايفين البفتيك مستوي ازاي؟ ما شاء الله كان طعمه حلو قوي. ولو بتتفرجوا عليا لغايه دلوقتي اتمنى تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. لو بتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام ما تنسوش تعملوا لي فولو. بحبكم قوي قوي قوي. ندعي لاخواتنا في كل الارض بالسلامه وبالامان يا رب. اشوفكم على خير ومع السلامه. باي باي.